الاسبوع ال 24 الاهلي ووادي دجله، وسريعا ندخل في اجواء المباراه. نبدا بتشكيله النادي الاهلي في مباراه النهارده. محمد الشناوي حارس مرمى، 4 قدامه، من اليمين محمد هاني، من الشمال ايمن اشرف، مع قلبين دفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. وسط الملعب قفشه وحمدي فتحي، على يمينهم احمد الشيخ، على شمالهم جيرالدو مع 2 مهاجمين اليو بادجي وبجواره مروان محسن. وادي قفشه اللي ممكن يشوط يحطها على الارض، حلوه عند الشيخ بيحاول يعلي واحده حلوه، مروان يا ولد، اول فرصه للاهلي. الكابتن العظيم ميمي الشربيني، فيجو الكره المصريه وريفالدو، لكن محاوله حلوه على الطرف، حلوه لاليو بادجي، يلعب عرضيه اليو بادجي حلوه، ولكن الابعاد المره دي من خالد رضا. مع الكره قفشه في اليمين عند هاني، عايز يعدي من اسحاقه، لعبها من وراه، حلوه يا ولد، 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 وبادجي حاول براسه، ولكن يا اليمنى من جديد عن طريق محمد هاني، بيدور على اي حد من زمايله يفتحها في اليمين. ادي الانطلاقه وادي المحاوله من جانب الشيخ، بيحاول الشيخ، عايز يعدي الشيخ، ضغط عليه حسام عرفات، الشيخ هرب عرضيه حلوه مش معقوله يا جيرالدو عليهم ازاي الشيخ. شوف هنا الشيخ جات له، لكن بص هنا بقى حط جسمه، يا ولد وحطها هديه، ولكن جيرالدو في اليمين عند رفيق، نزلت في وسط الملعب لعبد العاطي، علي واحده حلوه الرأسيه، والشناوي قلب وسط الملعب، بص سريع، حلوه الكره عند مروان محسن، يرجع للشيخ، بيحاول الشيخ، عدى الشيخ، ممكن يشوط ولكنها سهله. على تنفيذ الضربه الحره، يلعبها عاليه، فيها محاوله، ولكن عبد المنصف في الزحمه يطلعها، يلعب عرضيه لكن راوغ، يا ولد لاعب عرضيه حلوه، ولكن المره دي بقى يطلعها دفاع وادي دجله من اليمين مره ثانيه. انطلاقه ومحاوله للتقدم بالنسبه لوادي دجله اللي بيلعب بكل هدوء. ادي البينيه الحلوه مروان، ولكن دفعه من رامي ربيعه، الحكم بيقول كتف قانوني. والهاني ممكن ارسال عرضيه، يلعب عرضيه حلوه بادج براسه، ولكن الكره سهله. 2-0 المقاولون العرب فاز على المصري 2-0. لكن خلينا نشوف الكره دي فيها خطوره المره دي من ناحيه الشمال. ادي هنا الباص الجميل والكره الحلوه، حسام يلعب العرضيه، حسام عرف خطر من الكرات الثابته، وادي الكره العاليه، ولكن الشناوي يطلع بالبوكس، هو اللي فتح اللعب من اليمين. محاوله عن طريق هاني، ممكن ارسال عرضيه ولكنها بعيده خالص، اقرب عند اوسا. مع الكره اسحاقه يسدد واحده، ولكنها سهله عاليه في وسط الملعب من جديد. هاني يرد براسه، هاني لمسه سريعه من قفشه، حلوه من مروان، بادجي مع الكوره بيحاول، ولكن برافو التغطيه الدفاعيه والصفاره اللي موجوده، والخطا على حمدي فتحي. هي بينيه فيها خطوره لدجله، اسحاقه يعقوب وعرضيه، ولكن برافو الابعاد، ترقيصه عدايه ومره ثانيه وثالثه، يا ولد، ولكن برافو ايمن اشرف للمره الثانيه. ادي اللمسه من الناحيه اليسرى، وادي العرضيه الجميله والمحاوله، ولكن هنا الابعاد بتطلع مره ثانيه. هنرد من جديد، وادي الكوره عند محمد هاني، يلعب عرضيه حلوه مروان محسن، حلوه. واهلي ووادي دجله وقفشه يلعب الضربه الركنيه على القائم الاول، يفوتها مروان، ترد وتسديده حلوه قوي، حره لمصلحه النادي الاهلي. الشيخ يلعبها، فيها خطوره، وهنا المره دي لمسه يد وركله جزاء لمصلحه النادي الاهلي، وهي بتتلعب بقول لك فيها خطوره، لان التمركز لم يكن صحيح من لاعبي وادي دجله. وهنا الانذار الاول في المباراه من نصيب مروان حمدي، وركله جزاء لمصلحه النادي الاهلي. اوسا وقفشه والمحاوله، وقفشه ولكن اوسا يتعلق. كره جيرالدو عرضيه من جيرالدو، ومروان محسن حست المهاجم، ومروان محسن يسجل الاول للاهلي. ان اضاع الاهلي السهل، فمروان بيجيب الصعب، وهدف اول عن طريق مروان محسن، هو اللي بيسجل الاول للنادي الاهلي. 1-0. هو اللي واقف على التنفيذ. الشيخ يلعبها قصيره، حلوه عند هاني، يلعب العرضيه هاني، ولكن رجله، ادي واحده طويله وحلوه، محاوله الوصول لمروان حمدي والحاضره، وادي الكره عرضيه حلوه من قفشه على القائم الثاني، رامي ربيعه حلوه. الهدف التعادل، والاهلي يسعى من اجل تذليل العقوبات اللي قدامه والصعوبات اللي قدامه. والمحاوله في اليمين، بيكهام يلف عرضيه حلوه، ولكن الابعاد من رامي ربيعه، رد التسديده ولكن ما تظبطش من احمد سعيد. استلم ودار، بيدور على حد، نقل في الشمال عند جيرالدو اللي قدامه مساحه، هيعمل ايه جيرالدو؟ بيحاول عايز يمر هرب بيها على الطرف، لعب العرضيه
اصطدم بمروان. نقلة لعب في الشمال عند جيرالدو، استلم جيرالدو، بيحاول جيرالدو يعدي يلعب واحده بالعرض لبادجي اللي يخطف ولا مرتده قدامه حسام عرفات، وبيحاول عبد الكبير الوادي. عبد الكبير يحط الكره عند حسام، خطيره لدجله. حسام يعدي، حسام يلعب العرضيه، ولكن المره دي بقى في الكره. وادي المره دي عبد العاطي يلعبها عاليه وراسيه، والمره دي عاليه الخطوره. خالد رضا فيها هدف التعادل، فيها التنفيذ روعه حلوه. محمود مرعي هرب وحط الراسيه. شوف الدربكه اللي طلعت، وهنا خالد رضا الاولى ردت من العارضه. هنا اللقطه اللي اتلعبت، وادي راسيه محمود مرعي والقرار للفار. بالمناسبه يعني انا اللي عايز يعتبرها يعتبرها. انا واخد قرار كده من 2015 كده كمعلق، ما بتكلمش في الحالات التحكيميه صراحه. يعني انا لا اتحدث في الحالات التحكيميه. يعني في الاول وفي الاخر في حكم بيلغي الهدف جهاد جريشة بيلغي الهدف وبيحتسب ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. خلاص أيمن بيحاول، أيمن هنا الدفعة، ولكن أيمن ياخد الكرة من أمام رفيق كابو. لعب عرضية حلوة، استلامة من مروان، هياها البادجي، حلوة جيرالدو، ولكن عبد المنصف لأليو بادجي وضيها حلوة لجيرالدو. شوف هنا، يا سلام يا بادجي، ولكن جيرالدو يضيع مرة تانية من الشمال. ادي الباص والعرضية والتسديدة، وقعت من ايد الشناوي على مرتين، يرجع يمسك. شوف ادي وليد يلعب العالية، حلوة عدت الكورة ورأسية، ولكن صفارة من جهاد جريشة. اليو ديانج يعدي كويس، اليو بيحاول، الضغط موجود والكرة محاولة عند بادجي. الابعاد من اسحاق يعقوب الى جيرالدو وقف على الكورة. جيرالدو هيعمل ايه؟ لعب العرضية جيرالدو ومحاولة لكنها مرت حتى يصل الى الرقم القياسي الذي يبحث عنه. وهنا المحاولة، وهنا المرور الناجح، وهنا عدى كويس مع الكرة. حلوة لكن ينزل في اليمين. بيكهام يحاول يلف عرضية، ولكن برافو الابعاد، وضربة حرة لمصلحة وادي دجلة. اتلعبت الكرة العالية، فيها خطورة رأسية، ولكن الكرة. وادي هنا اليو ديانج يلعب الكرة حلوة في اليمين عند فتحي، شوط فتحي حلوة من فتحي لمصلحة وادي دجلة. ادي واحدة عالية وطويلة وامامية، هرب اسحاقه، ولكن برافو ايمن اشرف النهار. كرة حلوة عند بادجي لجونيور لبادجي، مرة تانية بيحاول اليو بادجي، بيعدي اليو بادجي، ولكن تخبط ويطلعها كويس على الارض لوليد سليمان ولكن ادي الكرة من بادجي، وادي حمدي. هي الواحدة صعبة يا عبد المنصف، وهاتها من الشبكة يا أوسة. 2 الأهلي لا شيء وادي دجلة، وحمدي فتحي يستخدم حق التسديد من خارج منطقة الجزاء، صعبة على عبد المنصف عشان يبقى الهدف الثاني للنادي الأهلي. 2 الأهلي لا شيء وادي دجلة، برافو حمدي فتحي. 2-0. بقالنا كتير قوي ما شفناش تسديدات. هرب وليد، سلمها في اليمين، المرة دي عند ديانج، يلعب الكرة لفتحي، حاول عرضية حلوة، والمرة دي كان ممكن